احلى مسا على اخواتي حبايبي، يا رب كلكم تبقوا بخير. النهارده كده هنتكلم عن ماتش اللي انتهى بمكسب. مش عارف اقول السكور عالي ولا اقول ايه بالظبط، بس انتهى بمكسب جامد جدا نادي الزمالك. نتيجه 6-1 على فريق مقاولين العرب في كاس مصر الدور الربع النهائي. نادي الزمالك قدر يوصل للدور نصف النهائي، وهنتكلم عن كل حاجه ونقول كل حاجه في الماتش. خليك معانا لغايه النهايه ويلا بينا على الفيديو. احلى مسا على اخواتي وحبايبي، يا رب كلكم تبقوا بخير وبصحه تملي كده يا رب. وزي ما اعتدنا باي حاجه صلى على سيدنا محمد، وبعد الصلاه على سيدنا محمد النهارده كان نتكلم عن ماتش اللي اتلعب بين نادي الزمالك ونادي مقاولين العرب، اللي انتهى بمصلحه نادي الزمالك بنتيجه 6-1 اللي اتلعب في كاس مصر. ونادي الزمالك قدر يوصل للدور نصف النهائي اللي هيقابل فيه ان شاء الله نادي بيراميدز. صراحة كده تقول لي 6-1، هو ايه يا عم؟ فريق مقاولين ما جاش، مقاولين ما جاش الاستاد، ما لعبش، ما ايه ده؟ ازاي 6-1؟ فريق مقاولين فريق تقيل، فريق مع شغل غريب، عامل مستوى جامد، فريق في المركز السادس في الدوري، فريق هتشتري كلام كتير قوي، كلام كتير قوي. تيجي بقى اقول لك الكلام ده، نادي الزمالك قدر يكسب النتيجه دي ليه؟ هتقول لي ليه؟ اقول لك تعالى بقول لك ليه. تعالى وركز معايا في مش ما تركزش في الاجوان، ركز في التوقيتات بتاعت الاجوان. عندك جون زيزو في الدقيقه 17، لسه اول ربع ساعه ما عدتش يعتبر من الماتش، طق الزع جول وانت في كاس مصر. فايه؟ ادي اول حاجه بتوقع النفسيه بتاعت اللعيبه. تمام؟ بعد كده شفنا جون زيزو في الدقيقه 40 قبل نهايه الشوط. شوف جون زيزو في الدقيقه 40 ده، في الدقيقه 41 جون سيف الدين الجزيري. ارزع التالت. انت الشوط الاول منتهي وانت فيك داخل فيك جون في اول الماتش، جون في نهايه، جونين في نهايه الماتش. مش هقول لك جون، لا ده جونين في نهايه الماتش، جون في الدقيقه 40 وجون في الدقيقه 41. خلاص اللعيبه عارف احبطت، اللعيبه خلاص بقى. ازاي ده احنا قصاد الزمالك؟ ازاي نعمل رومنتادا؟ ازاي اسئله كتير دخلت في دماغهم خلت اللعيبه خلاص يعني. ازاي ده فاركو كانت خسرانه 2 وما عرفتش تعود لا 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 لا، وبعد كده دخل فيها الجول الثالث. لا، فاللعيبه سيناريوهات دي كده دخلت في دماغها، فاللعيبه احبطت. نزل الشوط الثاني اللعيبه قالت هنشد، وده اللي هنشوفناه. تمام؟ نزل الشوط الثاني. بص بقى، بص حلاوه الجزيري، بص حلاوه الجزيري. ارسع يلا في الدقيقه 51 جول. ايه ده؟ اللعيبه بتقول لسه بسم الله يا عم، لا هنرجع، لا احنا قد ارزع جون ده. بص خلاص، هو الجون الرابع ده كان هو خلى اللعيبه بتاعت مقاولين العرب قالت بس مفيش امل. الجون الرابع بالذات خلى اللعيبه بتاعت مقاولين العرب قاتت. بص بقى، الزمالك يرحم ما يرحموش. في الدقيقه 51، في الدقيقه 54 جول شيكابالا. ايه ده؟ ركز كده في الاوقات. الدقيقه 51، قصدي الدقيقه 51، الدقيقه 54، فرق 3 اهداف، فرق 3 دقايق. في الدقيقه 40 جبنا في الدقيقه 41 جون، بقى فرق 3 اهداف. ايه ده؟ الاوقات بتخلي اللعيبه تحبط. يعني الهدف مش بيجي بعد 5 دقايق، مش بيجي بعد 10 دقايق، 15 دقيقه، ده بيجي بعد 3 دقايق، بعد دقيقتين، بعد دقيقه. فاللعيبه خلاص احبطت، اللعيبه بجد احبطت. انت كلاعب كوره لما يعني اما بتيجي تلعب في ماتش عادي كمان مع اصحابك ويخش فيك جونين ورا بعض، 3 جوان ورا بعض، تلاقي نفسك احبطت. ايه يا عم ده يا عم؟ إيه مش عارف ازاي يا رب نفسك احبطت. ما بالك بقى لعيب بتلعب في كاس مصر اللي هو يخسر يطلع بره اساسا، مش بيجمع نقط، مش في دوري، ده في كاس مصر. يعني خسرت الحمد لله على السلامه، انت بره البطوله، خسران 3 في الشوط الاولاني. انزل الشوط الثاني اعمل ايه؟ نزلت الشوط الثاني اقول يا عم لا اعوض وبسم الله، لقيت جون دخل فيا. بعد كده جون دخل ما كملش 6 دقايق، لقيت الجون الرابع داخل فيا. خلاص اللعيبه خلاص ما عندهاش طاقه، موتوه. الزمالك بعد كده في الدقيقه 54 جون شيكابالا العالمي، العالمي افضل اقول العالمي دي من النهارده لغايه بكره. جون شيكابالا العالمي اللي انا بجد نفسي اجيب شيكابالا كده قصادي اقول له انت شوتها ازاي؟ انت واحد جسمك مش معدول، انا ببص لقيتك بتلف الكوره في الجون. ازاي؟ عالمي. انت محدش يقول لك ازاي بجد، لا انت عالمي. شيكابالا عالمي، جون عالمي من شيكابالا، هو احسن جون في الماتش. بعد كده شفنا الجزيري العالمي في الدقيقه 57. قافل كده خلاص. هم خلونا، انا كنت من مقاولين العرب ان نلم حاجاتنا ونمشي. جون في الدقيقه 51، جون في الدقيقه 54،
جون في الدقيقه 57. انت عايز ايه؟ 3 اجوان ما عداش عليهم ال 10 دقايق. دخل فيهم 3 اجوان ما عداش عليهم ال 10 دقايق. انت عايز ايه؟ مفيش كلام. فنادي الزمالك باللي هو عمله ده، انا ممكن اقول لك حاجه، يعني نادي الزمالك عمل تكتيك، خليك مركز معايا في النقطه دي، بس هو نادي الزمالك عمل تكتيك جوه المباراه، بس اقول لك انسى التكتيك اللي نادي الزمالك عمله، بالاهداف بالاوقات اللي نادي الزمالك جابها دي كان ممكن يجيب اكتر من كده، ان اللعيبه كانت خلاص محبطه. هتقول لي طب ماشي، يعني ليه اللعيبه ما عرفتش تعود بعد الجون الاولاني من الشوط الاولاني اللي هو بتاع ركله الجزاء اللي جابه زيزو في الدقيقه 17، وبعد كده جاب الجون في الدقيقه 40، يعني كان في فرق في اوقات. اقول لك بقى دي النقطه اللي عايز اتكلم معاك فيها، ان اللعيبه اساسا كانت نازله مش مركزه، لعيبه مقول اللعيبه بتاعت مقول العرب كانت نازله مستواها ضئيل، بالاضافه لاوسوريو العالمي الباشا الاستاذ اللي كنا نتعلم منه. اوسوريو اللي بيقول للكل اخرس ما تتكلمش عليا، انا عمك وعم الدنيا دي كلها. اوسوريو الاستاذ الباشا مش عارف اقول عليه، اللي خلاه كل الناس تقول بجد اوسوريو لو معاك كواليتي عالي وكواليتي محترم، اوسوريو ده هيعمل شغل عالمي. اوسوريو هينقل نادي الزمالك من حته جايه الموسم الجاي، هو هنشوف كده كلنا. نزل في بدايه الماتش اضغط موت، ما تديهمش ثانيه يمسكوا الكوره، ده اللي اوسوريو قدر برضه يعمله، مش هكلمك على اي تكتيك تاني. بالاضافه بقى اخر حاجه اتكلم فيها في الماتش عموما في التكتيك دوت، ان اوسوريو كان عامل ميزه حلوه جت في صالحه المره دي، ان هي لا مركزيه، لا مركزيه بشكل عالمي، كل اللعيبه كانت مفيش حد واقف مكانه، بس مش له مركزيه يلا باك يطلع هجوم والهجوم يرجع مدافع، لا 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 لا، لا مركزيه بالشكل الصحيح. نادي الزمالك كان عارف يديرها بالشكل الصحيح، لعيبه نادي الزمالك كانت عارفه تعملها بالشكل الصحيح، كنا شباب بنشوف احمد فتوح هنا، شيكابالا كده، كان في شكل صحيح، كان بيعملوها بشكل صحيح، فلا المركزيه دي تخلي انا علي همسك اللي قصادي، همسك راس الحرب مره واحده، انا خلاص حافظ طريقه راس الحرب، وراس الحرب هياخد الكوره هيبني كده يروح كده، خلاص انا عارفه مذاكره ومتدرب عليه. مره واحده ما لقيتش راس الحرب اللي هو سيف دي يجي عليا، لا لقيت ابراهيم نضاي، مره واحده لقيت شيكابالا مكان ابراهيم نضاي، مره واحده ما كانش شيكابالا زيزو، فكان مش مخلي حد عارف يمسك حد. فدي كانت ميزه حلوه اوسوريو عملها في الماتش، اتعملت بشكل صحيح من اوسوريو. فبس نادي الزمالك قدر يكسب مكسب عظيم، مكسب عالي، وبالشكل ده نادي الزمالك هيقابل بيراميدز في الدور نصف النهائي، لسه ما تحددش الموعد بتاع الماتش دوت. بس عايز اقول لك حاجه اخيره عن الماتش دوت، نادي الزمالك حقق اكبر انتصار ليه بعد غياب 9 سنين. المكسب الكبير اللي عملناه كان قصاد طلائع الجيش تقريبا، كان بنفس النتيجه 6-1 تقريبا، كان في 2014، من ساعتها ما كسبناش مكسب كبير بالسته وخمسه، بالسته ده ما كسبناش مكسب بالسته ديت غير دلوقتي حاليا في 2023. وبس ده كان كل كلامنا عن ماتش وكل حاجه، في اخبار تانية هنقولها بس مش في الفيديو دوت، استنوا كل حاجه هتنزل ان شاء الله، ودعمونا يعني وبس. ولو عجبك الفيديو النهارده ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، ويلا سلام.